التقينا بمحطة توقف جديدة مع رحلة باص الخليج. بالتأكيد تجولنا في شوارع بغداد، لكن هالمرة مع العمل التطوعي إلى نادي بوند براذرز. حياك الله. حياك الله. حابة أعرف في بداية الأمر سبب انضمامكم أو العمل التطوعي لاستقبال باص الخليج والتجول في شوارع بغداد. بهذا الأمر أحب أرحب بكم، أحب أرحب بباص الخليج، اسمي واسم نادي بوند براذرز. إحنا دعمنا الباص الخليج واستقبالنا إليه، هذا يدل على أنه نريد ننقل صورة للخليج العربي والشرق الأوسط وللعالم كله أن العراق بلد آمن، أن العراق يقدر يستضيف جميع أنواع الرياضات وأنواع المسابقات، ومن ضمنها أيضا هو كأس خليجي 25 إن شاء الله. وهذا دعمنا أكيد راح يكون نابع من داخلنا إحنا كعراقيين على مود ننقل صورة حلوة للعالم، صورة العراق تكون صورة حلوة وجميلة. أكيد هو هدف الرئيسي، إحنا من أيضا رسالتنا رسالة باص الخليج أنه ننقل رسالة محبة وسلام أكيد لكل المحافظات العراقية من خلال برنامجنا ومن خلال الباص. شنو حاب توجه لبقية أصدقائنا وأهلنا وناسنا وحبايبنا والشعب العراقي بكل محافظاته لما راح يتنقل ويتجول باص الخليج بهذه المحافظات؟ طبعا الكل يعرف أن الشعب العراقي شعب كريم، شعب محب يعني محب لكل الناس. نعم. فما راح اعتقد راح تلاقون اي صعوبه يعني، وانا اوجه رسالتي انه لكل اطياف الشعب العراقي يستقبلون هذا الباص ويحاولون ينقلون الصوره ويساندون انه ينقل هذه الصوره اللي الباص الهدفه انه ينقلها للعالم وللخليج. خليجنا واحد.